يا صباح السعادة لو شايفيننا الصبح، ويا مساء السعادة والهنا لو شايفيننا بالليل. فيديو النهاردة جايبالك أفكار ب10 جنيه. بصي بقى، احنا داخلين إن شاء الله على شهر رمضان الكريم. هقولك بقى ازاي 10 جنيه هتحوليها إن شاء الله لشهر رمضان بإذن الرحمن الرحيم مبلغ وقدره. فكرة النهاردة بقى يا حبايب قلبي هتبقى مليونير. اه والله زي ما بقولك كده، هتشتري الذهب وهتشتري حاجات كتير قوي ب10 جنيه. بصي بقى، عايزاكي بقى من مصروفك الشخصي تجيبي بقى حصالة زي ما انت شايفة. الحصالة دي بقى ليها فتحة من تحت بالشكل اللي حضرتك شايفاه. عايزاكي بقى كل يوم تقصي كده من مصروفك الشخصي 5 جنيه، ولو قدرتي بقى تخليهم 15 جنيه صدقيني هتبقي غنية غنية غنية. اه والله زي ما بقولك كده. وانت بقى بتقبضي كده مصروفك بالشهر او بتقبضيه بالاسبوع، هتقدري ان انت توفري كل يوم ان شاء الله 10 جنيه. 10 جنيه يا بنات مش كتير، يعني حق كده كيس شيبسي هتجيبيه ليكي او لولادك. على فكرة بتبقى مواد حافظة ومضرة، فبدل ما احنا بقى نجيب حاجات حافظة مضرة، لا انا النهاردة بقى هجيب لك بقى ال10 جنيه ده اهي. وعايزاكي ايه تمسكي على نفسك شوية في حاجات كده ما بيبقاش ليها 30 اي لازمة، بتجيبيها زي طرافة. فكل يوم الحاجة الطرافة دي عايزاكي توفري وتعيني حقها. شايفة بقى النص جنيه والجنيه اللي بيبقوا محدش عاد بياخدهم اصلا؟ يعني ساعات كده بتبقى في المواصلات، بتبقى اوقات شارية طلبات وبتوفر من الجنيه فضية او 50 قرش. اوعي ترميهم في الحصالة وارميهم. صدقوني بقى يا بنات هيعملوا معاكم ان شاء الله مبلغ كويس. يعني لو كل شهر كده وفرت 2 جنيه هتوفر لك ما شاء الله اللهم بارك، هتوفر لك 60 جنيه في الشهر. في 10 اشهر هيبقى معاكي 600 جنيه. تقدري بقى على دخلة رمضان تجيبي بهم اي مصلحة، حتى لو هتجيبي بهم مكرونات. حتى توفري كل يوم 3 جنيه، بس 3 جنيه اضربوهم في 30 يوم هتوفري معاكي بقى 90 جنيه. 90 جنيه ده هم على 10 اشهر هيعملوا معاكي 900 جنيه. هتشتري بيهم برضو اي حاجة من خزين البيت وهيبقى بيتك مسطوب. بدل ما تروحي بقى تاخدي من سلفتك او تقولي لجارتك او تقولي لمامتك او تقولي حتى لاختك، لا انا عايزة بيتك كده يبقى عمران ومستور دايما بفضل ربنا، ويبقى بالتدبير والافكار اللي انت بتقولي عليها اللي انا بقولك عليها دي. وطي بقى مصروفك، تقدري ان انت تحطي 100 او 150 200، ايه الزيادة عندك حطيها في الحصالة. عايزاكي كل يوم تحطي من 10 ل15 جنيه. لو حطيتي في الحصالة 10 جنيه كل يوم، على آخر الشهر بإذن الله هيبقى معاكي 300 جنيه. ال300 جنيه ده هم هتحطهم في حصالة أكبر منها، أو تعملي جمعية تقبضيها الأول تقبضيها التاني تقبضيها العاشر. هيتوفر معاكي كل 10 شهور 3000 جنيه. 3000 جنيه دول هاتي بيهم دلاية، هاتي بيهم فص صغير، هاتي بيهم اي حاجة كده وحطيها على جنب. على فكرة اصحاب العماير والفلل والشقق ما جابوهاش من بلاش، بقوا يحطوا الجنيه على الجنيه. مش بخل والله ولا حرمان، بس صدقيني في حاجات احنا نقدر ان احنا نستغنى عنها بال10 وال15 جنيه. فعايزاكي بقى يا ست الكل توفري وتدبري. على فكرة انت اللي يعني بيتك هيفضل مستور وهيفضل عمران، بس ايه؟ بشطارتك وبذكائك. كل شهر كده عايزاكي تعملي جرد للمكان بتاعك، يعني للشقه بتاعتك كلها. الجرد ده بقى ايه؟ عايزاكي تبصي على الرز اللي معاكي، ما تحاوليش ان انت تكومي رز فوق رز عشان ما يسوسش ويبوظ معاكي. حاجات الوقت عادت متوفره والحمد لله. المكرونه ما تزوديش عن 6 شهور، هي قايمه بتسوسش ولا حاجه، بس عايزاكي اول باول تسحبي دايما، لان انت لو جبت وسبت فوق المركون هتنسي المركون والبايت اللي بقاله كام شهر وممكن صلاحيته تفوت معاكي. زمان ما كانش فيه اساسا اسواق، فعايزاكي بقى تجيبي نوعين 3 من الفاكهه جنب كيكه جنب شويه اي حاجه حلوه اقتصاديه من اللي احنا بنعملها، وحلي بق ولادك وظبطي القعد ومشي الاسبوع. يعني مش لازم فاكهة كل يوم، يوم عصير يوم فاكهة والدنيا بتمشي. هعمل معاكم الكرواسون والباتيه ب10 جنيه بأقل إمكانيات. نص كيلو دقيق على شوية مية وملح من عندك، هتعملي فطاير وهتعملي حاجات هايلة هايلة يا حبايب قلبي. التسويق انزلي واشتري زي ما قلتلك. لو انت التقيتي شروة بتنجان ما تتكسفيش. على فكرة البتنجان بيبقى تفاح الغلابة، بيبقى حلو قوي وبفيد اولادك كمان. مش عيب ان احنا نحط على القرش على القرش، بس العيب ان احنا نمد ايدنا لحد.
حصالة زي ده اهي هتنفعك بصراحة اخر الشهر، حتى لو انت مش هتعملي جمعية ممكن ان انت 350 جنيه دول توفري وتجيبي بهم اي حاجة. بصي احنا داخلين ان شاء الله ان شاء الله على المدارس، دخول المدارس ده بيتطلب مصروفات كتير. تقدري ان انت تعملي الجمعية وتجيبي لولادك الاسلحة بتاعت المدارس بتاعتهم، قدمي في المدارس ليهم. اهم حاجة زي ما قلت لك ربنا ما يحوجناش لاي حد، لا القريب ولا الغريب. حاولي كده تنظمي بيتك وتظبطي امورك وتلطفي الدنيا، وان شاء الله الدنيا بتمشي. حولك كتير بنية تفريج الكرب. عايزاكي بقى كده تصلي على النبي، تصلي على الرسول، التزمي بالصلوات الخمسة. خلي عندك بقى في الفريزر على طول حواضر الفريزر، يعني على جنب كده اكياس الطوارئ، وحاولي تجددي على طول، يعني ما تركنيش كيس ورا كيس وتيجي تبص تلاقي الحاجه عفنت، تلاقي ايدك في الفريزر، ظبطيه على طول. اعملي جرد على طول للبيت، اعملي جرد للخزين بتاع الاكل للشرب، اعملي جرد للفريزر. ظبطي حالك كده ودبري امورك وان شاء الله هتعدي. ب10 جنيه بقى ما شاء الله اللهم بارك، عملت مبلغ كويس، وان شاء الله هروح اديهم بقى لصاحبة الجمعية. وان شاء الله لما اجي اقبض الجمعية باذن الله هوريكم قبضت كام، وهوريكم من الفلوس اللي انا وفرتها حق الشيبس وحق الكلبز، الحاجات الهايفة كده اللي بتبقى ملهاش اي 30 لازمة وبتيجي، انا بقى وفرت منها ما شاء الله اللهم بارك 300 جنيه، 350 جنيه. وممكن كمان ان انا اكبر عن كده لو ما قدرت تسمع. عايزاكي بقى في البداية تبدأي ب10 جنيه بس، 10 جنيه حسيت ان هي مش مقصرة معاكي في الميزانية وقدرتي تحط عليها 5 جنيه كل يوم، بصي ما اقولكيش الدنيا هتبقى فل ازاي. لو حسيت ان ال10 بس يا دوب ما بتعجزش معاكي وما بتأثرش في اليوم في مصروف اليوم، اتوكلي على الله وزودي ال5 جنيه وان شاء الله ربنا هيكرمك وهيرضيك. 3 جنيه اللي انت شايفاهم ده هم على قد ما هم بسيطين خالص، بس تقدري ان انت ترميهم في الحصالة، بعد شهر هتيجي تبصي تلاقيهم 90 جنيه. 90 جنيه دول لو عملناهم جمعية على 10 شهور هيبقى معاكي ما شاء الله 900 جنيه. مش هتعرفي توفري عليهم كمان 100 جنيه، يبقى انت كده جمدتي ال1000. صدقيني هتقدري. في كل بيت وزير، وانتي وزيرة اقتصاد بيتك. وزي كل فيديو لو وصلت لحد هنا وشايفه ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعوا لي بلايك، كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. اتمنى بجد ان انا اكون عند حسن ظنكم، واتمنى ان افكاري ما تكونش افكار خزعبليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض.